متخيل ان صوفيا ترينر اللي بقت سانسا ستارك كانت هتسيب التمثيل بسبب الاكتئاب؟ وده غير انها عملت معظم مشاهد الاكشن بنفسها حتى القتال بالسيوف. في الحلقة دي هنعرف ازاي بقت نجمة هوليوود واسرار محدش يعرف عنها حاجة. انا حبيبة مصطفى وده برنامج اسرار نجوم هوليوود. صوفيا ترينر البنت اللي خلت الدراما تبقى أيقونة، ومن أول ظهور ليها بدور سانسا ستارك في مسلسل جيم اوف ثرونز الجمهور وقع في حبها. بس ورا الكاميرا صوفيا عندها حكايات وأسرار ممكن تخليك تشوفها بنظرة تانية خالص. في الحلقة دي هنتكلم عن سر موهبتها وأخطر مشاهد الأكشن اللي عملتها بنفسها وأغرب حاجة عملتها علشان الدور. صوفيا اتولدت سنة 1996 في إنجلترا، وبدأت التمثيل وهي عندها 14 سنة، وخدت أول دور كبير ليها في مسلسل جيم اوف ثرونز بدور سانسا ستارك، وقدرت تعمل كل مشاهد الدراما بطريقة خلت كل النقاد يشيدوا بيها رغم إنها كانت لسه مراهقة. النقلة الكبيرة كانت مع نهاية المسلسل لما سانسا بقت ملكة الشمال، وقدرت تعمل مشاهد القيادة والدراما بطريقة خلت الجمهور يسقف في السينما، وده خلى صوفيا تبقى من أهم نجوم السلسلة. لكن الشهرة الكبيرة كانت مع سلسلة اكس مان واللي لعبت فيها دور جين، وقدرت تعمل مشاهد الأكشن بطريقة خلت الجمهور يتصدم منها، خصوصا انها اتعلمت القتال والرماية علشان تطلع مشاهدها واقعية، وفضلت تتدرب لمدة 6 شهور. في سلسلة اكس مان صوفيا عملت معظم مشاهد الاكشن بنفسها زي مشهد القتال في الفضاء، ورفضت تستخدم اي دوبلير، وفضلت تتدرب على القتال اليدوي والملاكمة لمدة 6 شهور، وقالت بعدها انها كانت اصعب فترة في حياتها. المفاجأة انها كانت بتتمرن على الطيران في المحاكاة علشان تطلع مشاهد الطيران في الفضاء واقعية، وفضلت تتدرب مع طيارين محترفين. في فيلم دارك فونكس صوفيا عملت مشهد المعركة الأخيرة بنفسها، وفضلت تتدرب على القتال بالسيوف والنيران لمدة 2 شهور، وده خلى المخرج يقول ان هي فعلا جين. اجرها في فيلم دارك فونكس كان 2 مليون دولار، لكن بعد نجاح السلسلة اجرها وصل ل10 مليون دولار في الافلام اللي بعدها، وده خلى مارفل تعتمد عليها بشكل كبير. اسرار محدش يعرفها عن صوفيا ترنر، اولهم الهوس بالكلاب. صوفيا عندها هوس بالكلاب وبتحب كلبها زيوني واللي كان بيمثل معاها في جيم اوف ثرونز، وفضلت تاخده البيت بعد نهاية المسلسل. تاني حاجة وهي ادمان السوشي. صوفيا مدمنة على السوشي، وبتقول انها ممكن تاكل سوشي كل يوم، وبتحب السلمون اكتر حاجة. اما بالنسبة للجانب الانساني اللي محدش يعرفه عن صوفيا، بعيدا عن الاكشن والسيوف، صوفيا ترنر عندها مواقف انسانية كتير، وبتتبرع لمؤسسات خيرية بتهتم بحقوق المرأة والتعليم، وبتشارك في حملات لدعم حقوق الحيوان. في موقف شهير صوفيا زارت مستشفى أطفال بملابس جينج راي، وفضلت تتصور مع الأطفال وتلعب معاهم، وده خلى الجمهور يشيد بتواضعها. كمان عندها مبادرة لدعم الأبحاث ضد الاكتئاب، وبتتبرع بجزء من أرباحها للأبحاث اللي بتهتم بالمرض، وبتقول إن دي قضية حياتها لأنها عانت منه وهي صغيرة. أشهر الأدوار من سانسا في فيلم جيم اوف ثرونز لحد جينج راي في فيلم اكس مان. صوفيا ترنر قدرت تثبت إنها مش بس نجمة دراما، لكنها ممثلة عندها موهبة تخليها تشيل أي فيلم أو مسلسل. في فيلم جوسي صوفيا لعبت دور بنت غامضة عندها ماضي مظلم، وقدرت تعمل مشاهد الدراما بطريقة خلت كل النقاد يشيدوا بيها، وده خلى الفيلم يبقى علامة في الأفلام الغامضة. وفي فيلم تايم فريك صوفيا لعبت دور بنت بتعيش قصة حب معقدة، وقدرت تعمل مشاهد الرومانسية بطريقة خلت الجمهور يتأثر، وده خلى الفيلم يكسر الدنيا في شباك التذاكر. ودي كانت حكاية صوفيا ترنر، البنت اللي خلت الدراما والأكشن يبقوا حاجة واحدة، واللي أثبتت إن النجمة الحقيقية هي اللي تقدر تعمل الأكشن والدراما بنفس القوة. إيه أكتر دور حبيته ليها؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. أشوفكم في الحلقة الجاية.